هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. كنت عايزه اكلمكم على الانتخابات في امريكا. طبعا كلنا عارفين ان الفتره اللي فاتت دي كانت فتره انتخابات رئاسيه. انا كنت فرحانه قوي 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 يوم الانتخابات. رجعت من الشغل واخدت جون ونزلنا ورحنا. هاي ميمو. هاي. اوكي. ونزلنا رحنا ننتخب. عايزه اقول لكم اللجنه كانت فيها ناس حلوه قوي قوي قوي، كانتش زحمه قوي لان هنا كل شيء بيتم بسرعه، فكان الدنيا هدوء قوي. كان الناس اللي قاعدين هم الكبار في السن وبيبقوا غالبا فولنتير. دخلنا وريناهم الاي دي بتاعنا وحطوا على الكمبيوتر ويا دوبك مضينا وطلعوا لنا الورقه اللي هننتخب بيها. وهوريكم كمان شكل الجهاز اللي احنا بنقف قدامه عشان خاطر ندي بصوتنا. وبيبقى معمول عليه زي ساتر كده بالاسود علشان خاطر محدش سواء كان في اللاين او سواء كان الفرد اللي بيبقى واقف على الجهاز يشوف انتوا بتعملوا ايه. مع اني لو حتى ما فيش الستر الاسود ده وكل الناس شايفه انتوا بتعملوا ايه او بتنتخبوا مين بمعنى اصح او بتختاروا مين، محدش هيقدر ان هو يتكلم ويقول لك انت بتعمل ايه او يعاملك وحش او يبص لك خالص خالص خالص. ممنوع اصلا حد يقول لك انت بتعمل ايه ولا هتعمل ايه ولا الكلام ده كله. حتى لما بيبقى فيه في اللاين حد يتكلم معاكم بيتكلم في اي حاجه في الدنيا غير انت انتمائك الانتخابي بجد. حصلت ان كان في واحده يعني هاي وفتحت كلام واتكلمنا وكده، بس نيفر ان هي تسال انت هتنتخبي مين او ايه اللي بيحصل في البلد او ده اتجاهاته ايه وده اتجاهاته ايه. لا خالص. وزياده الامان امان ان هم حاطين الستر الاسود ده. كل حاجه كانت جميله قوي، كل حاجه كانت حلوه، كنت مبسوطه، كنت حاسه ان انا بعمل يعني حاجه وطنيه. عايزه اقول لكم ان انا كان في اليوم ده عندي شغل ومرضتش اروح دايركت باليونيفورم بتاع الشغل، على اساس ان انا لما رحت قبل كده كان الناس كتير بتهزر معايا وبتكلمني وهاي عشان خاطر اليونيفورم بتاعي. انا بصراحه بتحرج ان حد يقعد يتكلم، فبقيت مش بحب ان انا انا عايزه اروح بعمل حاجه وطنيه او حاجه للبلد. انا بروح بشخصي مش عشان انا بشتغل في المكان الفلاني او بعمل الحاجه الفلانيه فانا رايحه، لا خالص. ففعلا جيت على البيت غيرت وخرجت انا وجون ورحنا على طول احنا الاثنين. عايزه اقول لكم ان هو حتى اصلا ما كانش هو بيشوفني انا بعمل ايه ولا انا شفته هو بيعمل ايه. انا بس جاست صورته وهو جوه الساتر الاسود ده علشان خاطر اوريكم انتوا ازاي ما حدش بيبقى شايف حد. هحطها لكم في اخر الفيديو اللي انا صورته هناك في اللجنه. كان يوم حلو قوي، كان يوم جميل وختامه مسك، ختم بحاجات حلوه. يا رب يحافظ علينا في كل مكان ويحافظ على اولادنا. من فضلكم لو انتوا بتشوفوني اول مره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. ولو انتم متابعيني ما تنسوش تدعموا المحتوى بتاعي بلايك، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير اتمنى ان هي تعجبكم. ودلوقتي اقول لكم باي 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 باي.